أنه مدرب استثنائي وأسطورة لا تتكرر، فقد خاض تجربة فريدة وأقدم على تحد صعب عام 1993 عندما وافق على تدريب فريق الزمالك الغريم الأزلي للنادي الذي ترعرع بين جدرانه، وحقق معه نجاح كبير عندما قاده للفوز بلقبه الثالث في بطولة إفريقيا أبطال الدوري على حساب كتوك الغاني، وأضاف له أول ألقابه في السوبر الإفريقي على حساب الأهلي ذاته عام 1994 على ملعب البنك الوطني في جوهانسبرغ. عن مسيرته مع منتخب مصر حدث ولا حرج، حيث تولى الجنرال مهمة قيادة الفريق لأول مرة عام 1988، ونجح في إعادة مصر للمونديال العالمي بعد غياب دام 56 عاما بعد تخطي المنتخب الجزائري الشقيق في الدور الفاصل للتصفيات، وفاز معه أيضا ببطولة إفريقيا في بوركينا فاسو عام 1998 على حساب جنوب إفريقيا، وبينهما تذوقت معه مصر طعم التتويج العربي لأول مرة بعد فوزه بلقب كأس العرب في مدينة حلب السورية عام 1992 بعد تغلبه على شقيقه السعودي ب3 أهداف لهدفين. الجوهري الذي واصل إخلاصه لكرة القدم حتى آخر يوم في حياته، وساهم في بلوغ منتخب الأردن المرحلة النهائية في تصفيات كأس العالم من خلال موقعه كمستشار للاتحاد الأردني لكرة القدم خلال السنوات الثلاث الأخيرة. رحل عنا بجسده، ولكنه سيبقى حاضرا بعطائه وإنجازاته وتفانيه في خدمة كرة القدم المصرية والعربية.